الذي يرى الله عز وجل أمامه شأنه في الدنيا كشأن من يستر عورته أمام المميز. الإنسان إذا وصل لهذه الدرجة إخواني أقولها مجملا، الذي يرى هذا المعنى لا يرى الكوكب يرى المكوكب، لا يرى الخلق يرى الخالق، لا يرى جمال الوجوه يرى مجمل الوجوه. هذه الفاتنة تغريك بشكلها، ولكن من الذي نقشها وهي في بطن أمها قطعة من اللحم لا قوام له، وجه قبيح. رأيتم الجنين في بطن الأم يمر في مرحلة كأنه صغار الضفادع، ولكن الله عز وجل هكذا يخلق في النهاية. لماذا لا تعلق فؤادك على صاحب القلم، على صاحب الريشة هذه؟ إذن في هذه الأشهر نريد أن نصل إلى هذه المرحلة في ختام شهر رمضان المبارك. في يوم العيد أحدنا يولد ولادة جديدة، هذه الولادة مرتبطة بالأشهر الماضية في عالم الأبدان. 9 أشهر لخلق بني آدم، الأرواح أيضا. وبعبارة أخرى هذه الأشهر الثلاث كأنها أشهر الحمل. حاول في أشهر الحمل الثلاث هذه أن تولد ولادة جميلة، ولادة مميزة. إذن المراقبة المتصلة. وهنا اسمحوا لي بكلمة أيضا مهمة جدا. ثمرة المراقبة المتصلة تظهر في الصلوات الواجبة. الذي يذكر الله عز وجل ذكرا خفيفا إجماليا في السوق ذهابا وإيابا، إذا جاء وقت الصلاة يحلق. أيضا نرجع للأمثلة، المثال يقرب ويبعد، رب العالمين يضرب الأمثال. إنسان متوله بزوجته، هكذا في أيام شهر العسل كما يقولون. الشاب في العمل يعمل بكل قوامه، ولكن فكره عند الزوجة، عند العروس هذه. ولكن عندما يرجع للمنزل ماذا يحصل؟ كمال الشوق، كمال المؤانسة. لما؟ لأنه من الصباح إلى الليل يفكر فيها. الذي يفكر في عالم الغيب من الصباح إلى الليل إذا جاء وقت الصلاة يبدع، يحلق. وإلا الأمر ليست معجزة. البعض من الصباح إلى الليل في شغل، في سهو، في لهو، إذا قال الله أكبر يتوقع من نفسه أن يكون مثلا كسلمان وكأصحاب أمير المؤمنين. طبعا صلاة الأئمة لا نصل إليها، ولكن الصلاة الخاشعة مرتبطة بالسلوك كالنهار من الصباح إلى الليل، ليست هنالك طفرة فجائية.